السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده في اخر من الاخر. فيلمنا بيبدأ مع ميتش، حارس شاطر قوي وذكي وموهوب جدا في شغله، والناس اللي حواليه عارفينه وبيحبوه وبيهزروا معاه. وميتش بيكون من افضل حراس الانقاذ اللي في المدينة، وبيكون انقذ 500 شخص خلال سنة واحدة. وتاني يوم بيكونوا عاملين مسابقة اللي بتتعمل كل سنة علشان يختاروا حراس انقاذ جدد، والسنة دي بيكونوا عاوزين 3 اشخاص، وبتكون مقدمة اعداد كبيرة جدا. واول واحدة سمر، وتاني واحد بيكون مات، وتالت واحد روني اللي بيكون بسيط وغلبان وفي حاله، وبيكون صاحب ماتش هو وسمر، وبيكون بيحب سي جي، واللي بتكون شغالة حارسة إنقاذ برضه معاهم في الفريق، هي وستيف. وسمر شخصية محبوبة وذكية، ومات بيكون شاب مغرور ومفيش حد عاجبه، وبيكون جاي يقدم على الوظيفة من غير ما يدخل الاختبارات، لأنه بيكون فاز بمسابقة 200 متر، وده غير الواسطة، يعني هيتعين. وأول لما ميتش بيقابله بيستهزئ بيه وبإنجازاته، وبيقول له أنا عاوز أشوف إنجازات على أرض الواقع. وميتش بيكون غير راضي عنه، وبيشوف إن هو عيل مغرور ومش قد يتحمل المسؤولية، وبيروح يقابل مدير الأمن علشان يقنعه يمشي مات. ولكن للأسف المدير بيقول له إنه مات متوصي عليه جامد ولازم يتعين في المكان ده. ويحاول المدير يقنع ماتش ان مات شخص كويس وذكي، ويفكر ان هو فاز بمسابقة قبل كده في الجري، يعني هينفعه. وبعد كده بتبدأ المسابقة، وبتكون على كذا مرحلة في البحر والبر، وميتشي بيستغل الفرصة وبيتحدى مات قدام كل المتسابقين. ولما بيسابقوا بيكسب ميتشي بكل سهولة في كل المراحل والتحديات. وفي نفس الوقت بتحصل حالة غرق، وهنا ماتي بيركب موتوسيكل ويروح بسرعة على الغريق علشان يثبت نفسه قدام الكل، والمتوقع بيتصرف بغرور وعدم خبرة، وبسرعة يوصل فريق ميتش وبينقذ الاتنين بطريقة صحيحة. بيروح مات يفوق الغريق وبرضه ما بيعرفش. وبعد كده بيعلنوا عن التلاتة الأشخاص اللي فازوا بالمسابقة، وهما سمر ورون ومان. وتاني يوم بيبدأ ميتش معاهم بالتدريبات، وميتش مش بيهزر في التدريب لأنه بيكون شخص صارم، الشغل مش بيهزر، وبيدربهم على جميع الحالات. وهنا الفريق بيكتشفوا مخدرات جديدة اسمها فلاكة، وبتكون قاتلة لصاحبهم، وده بيخلي ميتش وفريقه بيتعاونوا مع بعض علشان يكتشفوا مصدر المخدرات جاي من فين ومين أصلا بيدخلها للشط. ودي بتكون فيكتوريا، وبتكون سيدة أعمال كبيرة ومعاها نادي كبير، وتكون جاية تعزمهم على حفلة بمناسبة افتتاح كبير لقرية سياحية. وميتش وفريقه بيشكوا فيها إنها بتكون هي شغالة في المخدرات، علشان كده يقرروا يروحوا الحفلة علشان يفتشوا وراها، والكل نفذ الخطة صح ما عدا مات، لأنه بيكون شرب كتير ونسى إن في خطة من أساسه، وبكده الخطة بتبوظ. وميتشي بعد كده بيهزقه، بيقول لي انت مستهزئ واناني ومش هتعرف تشتغل في التيم بتاعي. وهنا ماتي بيعتذر وبيتأثر من كلام ميتش، وبيقول له خلينا نبدأ صفحة جديدة وانت هتشوف واحد تاني خالص. وفعلا ميتش بيديله فرصة تانية وبيعملوا خطة جديدة، ومات بيكون على كرسي متحرك، ونانسي وميتش بيكونوا قرايبه، وينجحوا انهم يدخلوا عند المريض اللي واخد من مخدرات فيكتوريا. وبيعرفوا ان مفيش حد كشف حوار المخدرات لحد دلوقتي من البوليس، لان اي حد بيموت على الشاطئ او في الفندق من المخدر ده اللي شغالين مع فيكتوريا بيخبوا عليه، وبيقولوا ان سبب الموت طبيعي جدا، وطبعا ده بعد ما يزوروا في نتيجة تحليل جثته. وهنا حد من رجالة فيكتوريا بياخدوا بالهم من ميتش وفريقه، وبتبدأ بينهم المطاردة، وبيقدر ميتش في الآخر يمسك واحد منهم ويوديه للشرطة، والضابط بيقول لهم ان مفيش دليل كامل على الراجل اللي انتوا مسكتوه. وهنا بنحس ان الضابط ده بيكره ميتش وبيغير منه، علشان كده ما عملش اي حاجة. وبعدها برضه ما يستسلموش وبيعملوا خطة جديدة، ودي بتكون الخطة التالتة. وبيكون مات متنكر في لبس واحدة ست، وميتش لابس لبس الطباخ، ويوصلوا لمكان تعبئة المخدرات، ويشوفوا كميات كبيرة من المخدرات اللي بتتوزع على المكان واللي بيدخلوها في براميل الأسماك. بس للأسف في نفس الوقت بتحصل حالة غرق جديد، وبتحصل في الشاطئ وبسبب المخدر برضه كالعادة. وهنا المدير بيضطر إن هو يرفض ميتش علشان يهدي الدنيا ويعين مات بداله، والفريق بيكون متضايق جدا على صاحبهم وقائدهم ميتش. وهنا مات مش بيستسلم ويقرر إن هو يكمل شغل ميتش، ويراقب الشاطئ كويس علشان يشوف أي حاجة غريبة، وبيفضل يدور هو وباقي الفريق، وبيستغل إن روني بيفهم في الكمبيوتر لحد ما يعرفوا إن فيكتوريا عاوزة توزع المخدرات على كل القرى السياحية اللي موجودة في المدينة، عن طريق استفزاز رجال الأعمال والمسؤولين اللي بيكونوا أصحاب المدن والقرى السياحية.
وبيعرفوا كمان إن في راجل أعمال اسمه تشين، وده بيكون الوحيد اللي فيكتوريا ما دخلتش الشاطئ بتاعه. وبتقرر فيكتوريا إنها تعمل حفلة على المركب بتاعها وتعزم رجل الأعمال تشين، وتعزم فريق الإنقاذ علشان محدش يشك فيها. ومات بيقلع وينزل تحت المية وبيكتشف مكان المخدرات، وبتكون في أماكن تحت اليخت بتاع فيكتوريا. وهنا سمر بتحس بخطورة وبتتواصل مع ميتش، وبيلاقوا تشين وينقذوه، ولكن بيلاقوا مات طالع من المية وبيلبس هدومه، فبيضربوه على راسه ويحطوه في قفص ويرموه تحت المية. وبسرعة بتنزل سمر علشان تنقذ مات، بتديله نفس تحت المية، ولكن أول ما ياخد النفس ويفوق بيطلع ميتش ويتخض من شكله المرعب ده. فيكتوريا بتعرف إنها اكتشفت بسبب إن المخدرات بتكون في صناديق تحت اليخت بتاعها، فبتقرر تهرب عن طريق الطيارة الهليكوبتر. وقبل ما بتوصل الهليكوبتر بيروح روني وسي جي غرفة التحكم بالألعاب النارية اللي كانت محضراها فيكتوريا للحفلة، وبيضربوا صاروخ على الطيارة فبيختل توازنها. وبيوصل ميتش ومات، وبتحصل معركة كبيرة بينهم وبين رجالة فيكتوريا. وميتش بياخد طلقة وبتمسك فيكتوريا المسدس على مات وبتهددهم بيه، بس قبل ما تضرب بالمسدس مات بيزجها، وميتش يمسك صاروخ ناري ويضربه على فيكتوريا فبتتحول إلى أشلاء. وتوصل الشرطة والإسعاف وبيعالجوا ميتش، ولما جه المدير وبيزعق في ميتش بيقوم مات ضربه وموقعه على الأرض. وبتاخد الشرطة لأنهم بيكتشفوا إنه شغال تبع فيكتوريا. وأخيرا روني بيرتبط بحب حياته سي جي، ومات بيرتبط بسمر، وميتش بيجتمع بيهم بيعرفهم على المديرة الجديدة اللي بيظهر على ميتش إن هو معجب بيها. وبكده يكون انتهى الفيلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.